يسجد كل غيور وكل من له غيرة على دينه وعلى عقيدته، لأن مثل هؤلاء والله أنهم راحة للبلاد والعباد، وأن بإذن الله تخلصت الدنيا ليس فقط المملكة العربية السعودية، وإنما الخليج العربي والعالم العربي، بل الأمة الإسلامية، من كان على شاكلة هؤلاء أن يقودوا أمة أو يكونوا بمثل هذا الطرح وبهذا التألي على الله سبحانه وتعالى. ألم يسمع هذا الزنديق بأن الله سبحانه وتعالى قد غفر لعاصي مرتكب للكبائر عندما تألى الداعي الذي كان يدعوه للخير وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال لن يغفر الله لك بعد أن ناصحه. فقال الله سبحانه وتعالى من سابع سماء ومن فوق سبع سماوات، قال من ذا الذي يتألى علي فقد غفرت له وأحبطت عملك. فكيف بهذا الزنديق أن يتطاول على الله سبحانه وتعالى ثم يتطاول على من؟ على إمام وعلى قائد كان يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف بنا أن نقبل بمثل هؤلاء أن يكونوا حراء أو في حرية وفي سعة من المال وفي سعة من الحياة ولا هو يرضى هو بذلك؟ فكيف بنا أن يقبل بذلك؟ ولكن الحمد لله يوم يفرح المؤمنون، ونحن فرحة هذه الليلة بإذن الله تعالى، وتجسيد فرحتنا وما نقول هذه الليلة إلا نشكر الله سبحانه وتعالى بهذه السجدة لله سبحانه وتعالى. لمن؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالقبض عليه، فالحمد لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. فالحمد لله الذي أكرمنا بهذا العدل وبهذا الإحسان وبهذا النعيم الكبير الذي من الله به علينا في القبض على هذا الزنديق. ونتمنى أن تأخذ العدالة، أن تأخذ مجراها من هذا الشخص، من هذا الزنديق الذي لم يقف شره على البلاد وعلى العباد وعلى ولاة الأمر فقط، بل على العقيدة وعلى أهلها وعلى رجال علمائنا وعلى أئمتنا وعلى صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الله الذي تألى على الله قبل قليل في ذاك المقطع عندما يقول كيف نرجو أن يكون نايف في الجنة